يا مساء السعادة والسكر الزيادة، مساءكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جالك النهارده فيديو جديد. طبعا زي ما انت شايفة كده البيتزا القمر اللي تستاهل ان انت تقعدي كده وتستفادي منها ان شاء الله، وتستمعي الفيديو كده وانت مستمتعة، مش عايزاكي تبقي حاسة ان انت مضغوط عليك، وان شاء الله هتقومي تنفذيها. والكاتشب ده انا اللي عاملاه، خليكي معايا، انا برضو هعمله لكم في قلب الفيديو علشان تبقى وجبة كاملة متكاملة، ما تجيبيش اي حاجة من بره. والعيش التحفة ده اللي هينفعك إن شاء الله في دخول المدارس. كل سنة وانتم طيبين، بطريقة سهلة وسريعة وسهلة الفتح. طبعا العيش ده انا منزلاه في فيديو لوحده، بس انا حبيت اوريك ان عجينة البيتزا تنفع ان انت تعملي منها العيش التحفة ده، هش وبيتفتح بكل سهولة، ويستاهل ان انت تجربيه. بس اكيد تحطي لي اللايك وتكتبي لي تعليق حلو يشجعني، ما تنسيش اللايك. انت طبعا الفيديو مشاهداته بقت حلوة، بس اللايكات فين؟ فطبعا نشوف الفيديو كده ونصلي على الرسول. اول حاجه هنا هنحضر الصلصه، طبعا اللي هي الكاتشب. احلى صلصه هعملها لك بقى دلوقتي عشان توفري مع نفسك كده في البيت. طبعا هنا نص كيلو طماطم سلقته، حطيت عليه نص كوبايه ميه وحطيته على النار. لما يتسلق خالص قشرته ومسكته في الخلاط زي ما انت شايفه كده، ضربته ضربه كويسه لما نعمت، وبدات اصفيه عشان نطلع البذر بتاعه. هنحط هنا بقى معلقتين سكر كبار، انا طبعا المعلقه دي صغننه فحط 4 معالق. وهنحط هنا طبعا نص معلقه ملح ليمون. وهنحط ملح بقى تبع التذوق بتاعك. وهحط هنا معلقه كزبره ناشفه. وطبعا ما كانش عندي توم بودر، اسكت، لا حطيت هنا 3 فصوص توم مهروسين، وهوريكي دلوقتي هنشيلهم برضو. وحطيت هنا معلقه صلصه كبيره. وهنبتدي ندوب كل المكونات دي مع بعضها كده. عندك بابريكا بقى حطي، بس هي بصراحة ما كانتش مش محتاجة بابريكا. وهناخدها على النار هنا. اول ما هتدي غلوة هنجيب معلقة نشا صغيرة وندوبها في حبة مية صغننين، وننزل بيهم على الخليط ده وايدك فيه، عشان عايزين الصلصة تبقى تقيلة بتاعتنا شوية او الكاتشب. وهنحط هنا طبعا خل، ربع كوباية خل. طبعا هبتدي بقى هنا، خلاص خلصت اهوت، هبتدي اشيل التوم بالمصفى. انا عاوزه ريحه التوم بس زي التوم البودر، لان انا طبعا كنت بعمل الوصفه دي بالليل، فما كانش عندي توم بودر اساسا، وما فيش حد هيجيب لي من عند العطار توم بودر. فانا صرفت نفسي، يعني صرفي نفسك كده، ما تعطليش نفسك. نحط بقى هنا عندي كيس كاتشب، 3 اكياس او معلقتين كاتشب كبار، عشان ندي الطعم اللي هو المميز بتاع الشركات. ندي بقى طعم الكاتشب اللي هو الايه، اللي زي بتاع الشركات بالظبط. وابتدي دوبوهم هنا مع الصلصه بتاعتك، وهتاكلي احلى كاتشب، طعمه حلو وحاجه بنظافه انت عاملاها ببيتك وعارفه معموله ازاي. هيعملوا معايا ازازتين معتبرين. شوفي الازازه من دي بنجيبها من بكام من بره. بعطري بقى واعملي اللي انت عاوزاه في البيتزا بتاعتك. هنيجي هنا بقى نحضر بقى البيتزا بتاعتنا. باكت خميره فوريه او معلقه كبيره خميره فوريه، هنحط عليهم معلقتين سكر كبار. وهننزل هنا بميه من الحنفيه، كوبايه ميه من الحنفيه عاديه، لان الجو طبعا حر فالميه بتنزل سخن. وهنحط هنا طبعا ربع كوبايه زيت او 3 معالق كبار زيت. طبعا انا معايرتش لان انا عارفه المعيار. وهندوبهم تدويبه كويسه مع بعض كده. وطبعا حطيت معلقه خل كبيره بس مش عارفه ما جاتش في الكاميرا. وهنبتدي هنا بقى نحط المواد الجافه. هنا طبعا معايا كيلو الا ربع دقيق. هحط عليه نص معلقه ملح صغننه، وهحط معلقه بيكنج باودر صغننه. وهندوب ونقلب المكونات كلها مع بعضها، وتكون هنا الخميره اختبرتها يعني بدأت تتفاعل. هتنزلي بكل ده بقى واحده واحده. وكوبايه زبادي بقى، او عندك لبن راب كده عينيه برضو الحاجات زي دي. عندك لبن بودر، ما عندكيش زبادي ولا لبن حليب ولا كده، حطي معلقه لبن بودر. ما فيش مش مشكله، هي اساسا طالعه هشه وقويه وكلها حنيه. الميه بقى حبه حبه، ما تنزليش بالميه مره واحده، علشان طبعا تقدري تتحكمي في العجينه. هنا هبتدي بقى الف الدقيق كله بالميه كده لحد ما يشرب الميه خالص، وهبتدي اخده على الرخام. انا من الناس اللي بحب اخد بقى العجينه على الرخام عشان بعرف اتحكم فيها. هسلت ايدي بقى من العجين، وعلى ما اشطف ايدي كده هسيبها 5 دقايق ترتاح. صدقيني كل 5 دقايق بتريحي فيهم العجينه بتنعم معاكي، وكأنك اشتغلتي فيها ال5 دقايق دول. يعني طبعا هنا انا حاطه طبق فيه حبه ميه عشان لو العجينه محتاجه انها تطرى شويه بتبللي ايدك بس، يعني ما تنزليش بالميه مره واحده كده، لا بللي صوابعك كده
وابتدي اتحكمي في العجينة عشان تبقى منك بتطريها كل مرة، ومنك في نفس الوقت مش بتبهدلي الدنيا يعني، تقدري تتحكمي فيها. طبعا الفترة اللي انا بفصل فيها الكاميرا دي ببقى مريحة العجينة شوية. خدت مني بالظبط 12 دقيقة عجن، ما بين العجنة والعجنة بسيبها دقيقة ترتاح وارجع لها تاني، وكل مرة بتلاقيها ادت اللون اللي فتحت كده ونعمت معاكي. هوريكي دلوقتي هتعرفي انها يعني العجينة كده مظبوطة، وهتبطلي عجن فيها اما تلاقيها بتشد والعرق كده تقل فيها كده. شايفاه انا بوريكي ما بتتقطعش مني كده، هي العجينة معايا مظبوطة. عايزة برضو تعجني فيها تاني شوية، كل ما بتعجني فيها بتطلع معاكي عجينة ناجحة، واستحالة استحالة تبوظ منك بعد التسوية او تلاقيها مش هشة. طبعا دي من عندي بقى، عاوزة تحطي معلقة زبدة او معلقة سمنة براحتك، مش عايزة استغني عنها. بس انا حبيت هنا لان انا هعمل من العجينة دي عيش وهعمل منها بيتزا، فالعجينة دي تنفع لجميع الاغراض، يعني هتعمليها باتيه، تعمليها قرص براحتك بقى. هنا طبعا ما تحطي معلقة الزبدة او السمنة بتتفكك منك كده او تفرول، ما تخافيش، كل ما يعني تعجني فيها هتلاقيها معاكي لما زي القطن بالظبط. شو بقت زي حتة السفنجة في ايدي. هنا طبعا هتجيبي بقى الطبق بتاعك او البولة اللي انت هتحطي فيها العجينة. شايفين عجينة طرية بتلزق بسيط وفي نفس الوقت مرتاحة. دهنت بقى الطبق هنا دهنة زيت، وبدأت احط العجينة على الوشين كده عشان اما اجي احط الكيس عليها ما تلزقش مني بعد التخمير. وهسيبها بالظبط ساعة تختمر، يعني اركنيها بقى ساعة هنا على ما تخمر. الجو حر فهي مش هتاخد اكتر من ساعة يعني. طبعا هنا بعد ما اختمرت بقى شايفين بسم الله ما شاء الله، بصم منفوخة نفخة هبتدي اخرج بقى الهواء اللي فيها وابتدي اشتغل فيها. طبعا كنت جايبة هنا الصواني بتاعتي بقى دهنة زيت خفيفة، وكنت قايدة الفرن. هبتدي هنا بقى اكورها على قد كل صينية، هعمل صينيتين وهيفيت بقى كورة كده هعملها عيش طبعا هقسمه من على الصينيتين، ولما تيجي تفرديها وتلاقيها بتلم منك كده سيبها شوية واشتغلي في التانية. الفترة اللي بتريحي فيها ما بين الصينية والصينية التانية كده هتفرد معاكي بكل سهولة. يعني لو لقيتها بتلم كده سيبي دي وخدي التانية على طول زي ما انا بعمل كده. هبتدي برضو ابدلها واحط دي مكان دي وارجع اخد دي برضو مكان دي لحد ما تتفرد معايا بكل سهولة. وافردي بقى وايدك على الاطراف كده زي ما انا بعمل عشان الحروف تتنى، وتبقى برضو الحروف طالعه إيه مميزه كده زي بتاعت بره برضو. هنا طبعا هخرمها بقى بالشوكه عشان اخرج الهواء منها، وما تيجي تدخل الفرن ما تقبش زي العيش كده. هبتدي بقى اخرمها بالشوكه كده، وهبتدي بقى احط الصلصه او الكاتشب اللي احنا عاملينه مع بعض. حاجة سهلة، وقامت فكرة في دماغي كده ان انا ولادي طلبوها، فانا قمت عندي المكونات جاهزة بس الكاتشب اللي ما كانش موجود. طلعت الطماطم وعملتها وبكل سهولة كانت جاهزة في ثانية الا نص. تقدري تعملي تغيري في يومك بقى غدا عشاء يعني غيري، مش لازم طبيخ كل يوم، لا ادخل لهم اكلة من الوصفات دي في الاسبوع كده برضو فرحي ولادك. شايفين ولا حاطين والله العظيم ولا حاطه اي لون ولا اي حاجه، ده الطبيعي زي الكاتشب اللي بتاع الشركات بالظبط، والطعم بتاعها روعه وريحته جميله. هبتدي ادهن بالفرشه كده والجوانب وكله، وابتدي بقى ثبتي الطروف كده اظبطيها وانتي بتحطي. شايفين جميله وتستاهل والله ان انت تجربيها، وتستاهل ان انت تحطي لي لايك لو وصلتي لهنا، وتكتبي لي كومنت حلو كده يفرح قلبي. اكتبي لي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وقولي لي بقى الوصفات اذا كنت بتجربيها وبتتنفذ وبتطلع معاكي ناجحه. اكتبي لي برده كده عشان تفرحيني وتشجعيني كده. طبعا كان عندي هنا لحمه مفرومه بقى معصجاها كده ببصله وحاطه برده معلقه صلصه عليها وبهارات وكده. وحطيت هنا فلفل، انا ولادي على فكره بيحبوها بالجبنه، بس هي بقى دام الحاجه موجوده فمش هتخسر. طبعا في الوقت ده حطيتها في الفرن، مش هحط عليها الجبنه لما تاخد نص سوا كده، وقبل ما تدي اللون من تحت بقى بطلعها كده وهي في نص التسويه احط لها الجبنه عشان الجبنه تشد. دي العجينه اللي فضلت بقى قلت اعملها عيش برضو، فكره حلوه ان انت تعمليها العجينه دي للمدارس. انا كنت منزلها وصفه لوحدها في فيديو برضو، رجعي لفيديوهاتي القديمه هتلاقيني كنت عامله الوصفه دي بالظبط، وكنت عامله معاها بانيه سندوتشات كده. ابتدي افردها واحط زبده كده واقفل زي السمبوكسه كده،
وابتدي هنا احط في قلب الصينيه، وطبعا دهن الصينيه معلقه زبده من ريحه الزيت طبعا هنا، وهدن الوش بقى زبده كده. كانت في الوقت ده الصينيه طلعتها بقت نص تسويه، يعني ما تسوتش ما اتحمرتش من تحت. بدات ارش الجبنه بقى ايه هنا عليها، واحط الزيتون. صدقيني والله التغيير برضو بيبقى حلو، وبترجعي مشتاقه بقى للوصفات اللي هي الطبخ والاكل اللي ولادنا بيحبوه. بس كل ولادنا ما اختلفوش على حكايه البيتزا دي، كله بيحب البيتزا. طبعا انا شلت الطماطم من الوصفه دي، لان انا ولادي اساسا بينقوا الخضار يرموه، فانا قلت اكتفيت بالفلفل واللحمه. لكن انا من الناس اللي بحب الطماطم والله فيها والخضار كتير وكده، بس انا ولادي بصراحه بيحبوها بالجبنه، عايزين كده كأنك بتاكلي عيش وجبنه، مش عايزين حاجه تانية. هنا كانت طلعت بقى، بدأت أقطعها وكنا هناكل. وبدأت بقى هنا طبعا العيش هطلعه بعدها تشوفوه دلوقتي، هاشش وجميل وستايل برضو انت تجربيه معاه. تحطي له بقى جبنة رومي بعد التسوية كده، سندوتشات أيام المدرسة جبنة عادية. بصراحة اللي انتوا عاوزينه فيه افتكسوا واعملوه. طبعا حطيت هنا الكاتشب بقى و... وشكله جميل، والطعم كان مميز بصراحة، وطعمها تحفة وريحتها روعة. هنا طبعا العيش كان طلع، طبعا كان سخن ما كنتش قادرة اشيله، فانا هغطيه وهبتدي تاني يكون يطرى، يعني ساعة ما يطلع كده يغطيه. هيبتدي بقى شايفة طري وجميل وهاشش. الصينية التيفال انا ما بحبش تسويتها، بحب الألمونيا، بس طبعا دي اللي كانت موجودة عندي هتاخد الكام رغيف دول، فانا حبيت ان انا اعمل فيها يعني. بس من نصيحة مني ما تعمليش الا في الألمونيا. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد مع ألف مليون